الطرق كثيرة، الأبواب كثيرة، لكن الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلى مرضاته وإلى جنته هو طريق واحد، ليس ثمة غير. وأن هذا صراطي، يعني أوصيكم وأمركم أن هذا صراطي. أكد وأن هذا صراطي، وأضيف الصراط إلى الله تبارك وتعالى إضافة تفخيم وتعظيم، فكل من سار عليه يرفعه الله له. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني تحيد بكم، تذهب بكم بعيدا عن هذا السبيل. ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: خطر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا في الأرض، فقال: هذا سبيل الله يؤدي وين يؤدي؟ يؤدي الجنة. ماذا نريد يا أخوان؟ نحن ماذا نريد؟ لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تقيم؟ تريد رضا الله تبارك وتعالى، والذي يعقبه الجنة. قال: هذا صراط الله ونهايته ايش؟ الجنة. ثم خط خطوطا مائلة عن هذا الصراط، خارجة من على يمين الصراط ومن على شمال الصراط، هذا الذي خطه. فقال: هذه سبل